السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي يا صحبة الجنة؟ يلا بينا، يلا الهمة والنشاط. خلاص هنكمل التفريزات، تفريزات رمضان 2023، وكل سنة وانتم طيبين. اسهل تفريزات وما شاء الله بطريقة سهلة وفيها بركة ربنا هتوفري، وان شاء الله بيتك هيتملي خير بإذن الله. يلا ادخلي معايا الفيديو وتنشطي كده وتنعنشي وتنغنشي، وانتي ما شاء الله تبارك الله هتخلصي كل اللي وراكي بمنتهى البساطة وببركة ربنا، وطول ما أذكارك ملازماكي طول ما بركة ربنا معاكي. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الفيديو بتاع التفريزات اللي فات احنا قلنا ان احنا عندنا قفص بتاع طماطم، عملنا تلت وكان باقي التلتين. اللهم لك الحمد، بركة بركة بركة. اللهم ارزقنا البركة في الرزق، وهي دي البركة يا بنات، دي ان انت تعملي اللي عليك وتستشعري النية وتخلصي كده لله وتتعبدي لله، وهو ان شاء الله ضمن لك الرزق بإذن الله. هنجيب كم بصلاية كده، مع ان البصل هو كمان غلي، ربنا يرحمنا برحمته. انا اخر حاجه جبتها الكيلو ب 15 جنيه، الله المستعان على كل حال. فهناخد كام بصلايه كده، وانا كمان طبعا عملت حلتين زي اللي انتوا شفتوهم معايا المره اللي فاتت، فرست منهم الاكياس اللي انتوا شايفينها دي صلصه عاديه، لكن الباقي هنعمله مع بعض صلصه كلنا بنحتاجها وبنحتاس فيها. لكن بمجرد ما هنعمل الصلصه الاكله دي هتهون علينا. وحبيبتي ما شاء الله تبارك الله اروى عرفت الاجابه الصح وقالتها في التعليقات. شاطره يا اروى، شطوره شطوره، وسقف لك يا قمرايه. ان شاء الله ان شاء الله هنعمل الصلصه بتاعه المحشي يا حبايب هنا بطريقه سهله وبسيطه كده، وبالتكايه والتركايه بتاعه هنا، وما شاء الله هتبقى جميله وحلوه توفر عليكي وقت. وطبعا زي ما متعودين مع هنا الكيس معاكي بيخلي رخامتك زي الفل، فوطك في ايدك رخامتك ومطبخك هيبقى نظيف. هنغسل الكام بصلايه دولت، ووفري بقى ودبري في البصل، مش زي الاول كنا بنحط 10 بصلات في الوصفه. يلا خليها على الله. دلوقتي حتى البصل اهو غالي فباينه صاحي، كل ما اجي اقطعها تجري تروح هنا وتجري تروح هنا، ما هي شايفه نفسها بقى. امال ايه، ما الكيلو ب 15 جنيه الحمد لله ربنا يرحمنا برحمته. حطيت ماده دهنيه زي ما انتم متعودين في الحله بتاعتنا اهي. وايه يا هنا الحله اللي انت جايباها دي، فين الجرانيت وفين التيفال؟ لا يا حبايب هنا صلصه يعني المونيا. بصراحه انا اتربيت على كده ومقتنعه بكده، ممكن تكوني معايا صح ممكن انا اكون غلط، بس انا بحب الصلصه في الحله الالمونيا، بتتسبك كده وتاخد وتدي مع نفسها، وبصراحه بتطلع ما شاء الله حلوه ولونها كمان جميل. وما شاء الله تبارك الله تدعكي بقى الحله الالمونيا بعدها تحسي بقى ايه بالانتعاش كده والنعنشه كده، ان الحله ما شاء الله بتلعب زي المرايه. يعني بنعيش عيشه زمان، عيشه امي وامك وستي وستك. ده انتوا لو من سني طبعا، لكن لو من سن ولادي او اخواتي الصغيرين لا مش متعودين على الحاجات دي. ربنا يدي الصحة لأولادنا الصغيرين ويبارك في عمر أمهاتنا اللي عايشين يا رب، اللهم آمين. واللي ميت منهم ربنا يرحمه، اللهم آمين يا رب العالمين. بما إن احنا قلنا ميت وندعي، يلا ندعي لينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. صدقوني الأدعية والأذكار بتيجي لوحدها في الفيديو بطبيعتها كده يا بنات. اللهم بارك في عمر أمي هي وجميع أمهات المسلمين، وارحم أبويا واغفر له هو وجميع أموات المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم ارزق كل مشتاق الذرية الصالحة، اللهم امين. محمد حبيبتي من السعوديه، وردينا وزينه وكل اللي حملني امانه للدعاء بالذريه، اللهم ارزقه ذريه عاجلا غير اجل، اللهم امين يا رب العالمين. واطعم كل محروم يا رب العباد، اللهم انفك كرب كل مكروب وست دين كل مديون يا رب العالمين. اللهم ارزقنا بركتك يا ارحم الراحمين. البركه يا بنات، نسال ربنا البركه يا بنات. الايام دي ايام صعبه، فمحتاجين ان احنا ندعي ونذكر الله عز وجل. والبركه بجيبها منين؟ بنجيبها من صلاتنا الصباحيه ومن دعائنا التحصيني ومن الصلاه على وقتها. الصلاة على وقتها يا بنات، خلوا دايما قدام عينيكوا أهم حاجة الصلاة 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 يا بنات. صلي الصلاة في وقتها، وما شاء الله خلي أذكارك ملازماكي، هتلاقي البركة معاكي في كل حاجة بتعمليها. أنا أول مرة وأول سنة أجيب كمية الطماطم دي على بعضها أهي. إحنا بنقول إن السنة دي كل حاجة غالية والدنيا غالية، والله البركة موجودة في بيتي الحمد لله ومستشعراها، اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. مش لازم البركة لحمة وفراخ يا بنات، البركة إن بيتك يكون مستور، الستر إن بس بيتك يكون مستور، عندك اكل يكفيك ويكفي اولادك، ده ستر من الله عز وجل. مش محتاجه تخبطي على حد وتقول له اكلني، مش مهم نوع الاكل ومش مهم هو ايه، المهم ان في حاجه تتاكل وربنا يرزقك البركه فيها. التركايه والحركايه بتاعت هنا ان انت تحطي شويه من الخضره مع البصل وهو بيدبل كده، بيخلي الصلصه بتاعت المحشي بتاعتك بريحتها مفحفحه وقمر القمر. فطبعا زي ما انتم شايفين انا عملت الاول الصلصه في الحلتين دول، وبعدين فضيت الحله دي وغسلتها وعبيت اللي كان فيها كله في الاكياس، وخليت جزء في الحله الثانيه لان انا ما عملتش كله بصراحه. اعتمدت على ان يكون عندي صلصه اكتر من صلصه المحشي، لاني مش بعمل المحشي كتير قوي يعني بظروف الشغل وكده، فخليت الشويه اللي انتم شايفينهم دول خليتهم بقى دول على قد صلصه المحشي. ان شاء الله هعمل منهم كميه هتشوفوها معايا دلوقتي.
وفي عندي برضو اكله في الفريزر صلصه محشي، يعني الحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا عز وجل. اللهم ارزقنا البركه يا ارحم الراحمين. فانتوا يا بنات اعملوا اللي عليكم بما يرضي الله، وان شاء الله ربنا يرزقكم البركه في كل حاجه بتعملوها. اوعي تشغلي نفسك بغلاء الدنيا وبغلاء الاسعار، خلي عندك رضا رضا رضا، خليكي راضيه بكل حاجه ربنا بيديها لنا. صدقيني صدقيني والله العظيم حاجه قليله وفيها بركه ربنا هتستشعريها هتستشعريها هتستشعريها. كمان عايزه اوصيكم واوصي نفسي يا بنات، لو احنا مش بنقدر نطلع السنه دي الكراتين اللي كنا بنطلعها او الاكياس اللي كنا بنطلعها لرمضان، طلعي ولو بيت واحد، بيت واحد طلعيه لله كده من الحاجات اللي موجوده عندك في البيت. ربما درهم سبق 1000 درهم، ربما كيس المره دي وانت محتاجه هيسبق اكياس كتير وانت كنتي ربنا موسع عليكي. والله صدقوني هي ديت البركه يا بنات، ان انت لما تكوني متعوده مثلا انت متعوده ان انت كل سنه تطلعي كميه مثلا ولا بنقول 10 اسر مثلا، وجيت السنه دي ما قدرتيش تطلعي غير واحد او اتنين، ربنا هيديكي بركه ال10 لان انت اتعودتي انك تطلعي كده، فربنا هيديكي البركه دي في الوقت في الحاجه دي، سواء كان في حاجه بيت، سواء كانت في طاعه، سواء في عباده، سواء في ذكر، اي حاجه انت متعوده تعمليها لله وتيجي حاجه خارج ارادتك تمنعك عنها وتعملي اقل منها، ربنا بيديكي بركتها وبركه اضعاف اضعافها ربنا عز وجل، ويضاعف لمن يشاء. فاحنا كده يعني ما شاء الله تبارك الله، حاولي تطلعي ولو بيت واحد، ما نقص مال من صدقه. اوعي تقولي ان عندي 5 اكياس لو طلعت منهم كيس هيبقى عندي 4 بس، ده انت ال4 هيبقوا 8 ويبقوا 16 ويبقوا 32 واضعاف اضعاف اضعافهم. بركه بركه من ربنا عز وجل. دايما دايما خلي الحاجه اللي عندك بص لها كده، قولي اللهم هذا رزقنا ما له من نفاذ، اللهم هذا رزقنا ما له من نفاذ. يعني ما شاء الله انا صندوق الطماطم ده كان ممكن يجيني 2 كيلو طماطم 3 كيلو طماطم، ممكن في الدرج بتاع الثلاجه يبوظ منهم حبتين 3، وارد انه يحصل عندنا في كل البيوت مع الانشغال مع الشغل مع مش عارفه ايه، بتنسي الطماطم في الكيس، في كيس تحت كيس ما خدتيش بالك منه فباظ. انا ما شاء الله صندوق الطماطم ده ربنا اداني العون والعافيه، مع ان انا صحيا مش هقدر، لكن والله اهي دي البركه اللي انا بقول لكم عليها. ربنا اداني البركه ان انا قدرت ان انا اعمل صلصه للكميه كلها، وكمان عملت صلصه محشي وفضيت درج في الفريزر ونضفته وغسلته وحطيته وعبيته، دي بركه من ربنا عز وجل. ودلوقتي شوفوا ما شاء الله الصلصه خام وتقيله وحلوه ازاي، سبتها لما اتسبكت قوي ما شاء الله ما فيهاش نقطه ميه، عشان لما نحط رز عليها تبقى قمر القمر كده. عايزه تعبيها في علب زي ما انت شايفه عبيها، عايزه تعبيها في اكياس عبيها، الطريقه اللي تناسبك، ودي الفريزر اللي عندك يناسبك ايه عبي فيه، سواء في علب سواء في اكياس، اللي يناسبك اعمليه وعبيه. طب بما ان احنا بنعبي الصلصه، طب ما تيجوا نقولوا كام ذكر عشان يبقى عندنا بركه في الصلصه وفي الدنيا وفي كل حياتنا كلها وفي الصحيفه بتاعتنا اللي هي اهم حاجه. وحصلت الحسنات يا بنات، المج لونه اخضر، يعني ايه؟ يعني شجره يعني نخله في الجنه، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، النخلة يا امارات. حصلت الحسنات يا بنات. معلش بقى يا بنات انا بروح منكم وبرجع تاني بتوه وانا قاعده، الله المستعان. دعوتكم ليا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، ادعوا لي يا بنات ادعوا لي، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، ادعوا ربنا يعفو عني يا رب وعن جميع المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. فاحنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنقول اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوه الا بالله ولا منجى من الله الا اليه. لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. تخيلي كده لما تصلي قيام ليل وتسجدي لله وتقولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا الله يا الله. تخيلي رد ربنا عليكي هيكون إيه. تخيلي لما تسجدي لله وتقولي يا رب أنا نفسي في كذا وكذا وكذا، ربنا هيديكي ويرضيكي قد إيه. إيه هنا شوية الصغنطتين اللي في هناك دول؟ لا يا حبايب أنا هخزن العلبة الزرقاء دي والكيسين اللي أنتوا شايفينهم، لكن العلبة دي أنا عندي شوية ورق كرنب كده، أنا هزود عليهم حب الصلصة شوية كمان واعمل لي اكله كرنب الايام دي، يعني محشي يعني دي هستخدمها دلوقتي، لكن دول اللي هحطهم في الفريزر زي ما انتم شايفين. وبرده هنحط ايدينا عليهم ونقول اللهم هذا رزقنا ما له من نفاذ، فربنا هيدينا البركه في كل حاجه. وبرده لما تقبضي مرتبك او باباكم يديكوا المصروف بتاعك، حطي ايدك على المصروف بتاعك وقولي اللهم هذا رزقنا ما له من نفاذ، ربنا ان شاء الله باذن الله يرزقنا جميعا. ويلا البركه بقى، تحطوا لي اللايك يا جماعه عشان الفيديو يطلع لاكبر عدد وكل الناس تستفيد، وعيلتنا كده ان شاء الله وصحبه الجنه
تكتر ان شاء الله، ونبقى عندنا عدد كتير كده، نكتر كده مع بعض، نبقى صحبه مع بعض للجنه ان شاء الله على سرر متقابلين. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه على قلبي، اللهم امين. ايه يا هنا بتعملي ايه؟ لازم اكمل اليوم، ما انا ست قروبه، ما انا هنا قروبه وشطوره، وانت شطوره اكتر من هنا وقروبه اكتر من هنا. جبتي الحلل دي منين يا هنا؟ دي الحلل اللي انا كنت متجوزه بيها يا حبايب هنا. انا كنت متجوزه بالطقم ده، بس هو طقم ألمونيا فقط لا غير. ما انا من سنه زمان بقى يا جماعه، من زمان، مش ايام الايام دي بقى والحاجات اللي بيجيبوا 500 طقم وحاجات غريبه كده. هو ده الطقم اللي انا متجوزه بيه، اللي فضل عندي الحلل الكبيره منه زي ما انتم شايفين. فهدعكها طبعا بالسلكه العاديه البلدي، احلى حاجه للألمونيا السلكه البلدي، وشويه بريل بقى، وعيشي حياتك وادعكي، طلعي الطاقه اللي جواكي، وما شاء الله تبارك الله. ولما تيجي تشطفيها شويه بقى دلوقتي، الانتعاش والسعاده والحلاوه والجمال بقى. الحمد لله على كل حال. ربنا يرزقنا جميعا البركه، اللهم امين، وربنا يرحمنا برحمته. كده ما شاء الله دعكتها اهو زي ما انتم شايفين. الحاجه اللي في الجنب اللي لونها غامق ده كان التيكت اللي موجود عليها بتاع الشركه. قال يعني انا اول ما اتجوزت ما شلتش التيكت، راح اتولع واتحرق ولزق عليها، مش راضي يطلع من يوميها. فقلت خلاص خليك زي ما انت. لكن بقيه الحله زي ما انتم شايفين مرايه مرايه. هي دي عيشه ايام زمان وناس زمان، الحاجه تبقى مرايه كده وما شاء الله تبقى شوفوا بتلمع وجميله. مع ان بصراحه الجرانيت طبعا بيريح، ده انت بحبه ميه بينضف، مش الدعك اللي احنا مهريين فيه. وتخيلي لو سبتيها مرتين ثلاثه هيبقى لونها ايه؟ تفضلي تدعكي لحد ما يطلع لك صاحب يسال عليك. صح كده ولا لا؟ اللي من سني هيبقى عارف. تفضلي تدعكي وتدعكي وتدعكي لحد ما يبان لك صاحب. الحمد لله على كل حال. يلا غطاها كمان، وكده حلتنا بقت نضيفه وزي الفل. وهغسل كمان الحله التانيه، وهدعك الحوض، وهخلص الدنيا كلها، واطلع من مطبخي ونضيف زي الفل. وهرص الاكياس بتاعه الصلصه في الديب فريزر. وما شاء الله اللهم بارك، الدرج عندي اتملى وخير وفضل من عند الله عز وجل. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. احمدي ربنا على كل حاجه، على كل حاجه، لان عجبا من امر المؤمن فكله خير. اذا اصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، واذا اصابته سراء فشكر فكان خيرا له. يبقى حال المؤمن ايه؟ بيتقلب كده، بيتقلب كده، اللي هو ايه؟ بين صبر وشكر، صبر وشكر، صبر على البلاء وشكر على النعمه. واللي احنا فيه نعمه يا بنات. الستر، ان احنا ننام في بيوتنا امنين ده ستر، ان يبقى عندك قوت يومك بس ده ستر، ان سبحان الله ولادك معافيين ده ستر، انك تكوني بصحه ده ستر. والله العظيم حتى اللي عنده مرض وتعبان، يمكن المرض اللي هو فيه ارحم من مرض اشد، فربنا اداله اللي يقدر عليه، برضه ستر، ستر من الله عز وجل. في امراض اكتر من اللي كان ممكن، يعني سبحان الله ربنا لما بيبتلي حد حتى بالمرض بيبتليه باللي يقدر عليه، واللي ربنا بيكون قادر ان نفسه هتتحكم ونفسه هتقدر تستحمله، ان لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاحنا كده اكيد اكيد ربنا لازم يكون عندنا يقين بان ربنا ارحم بينا من انفسنا. عمره ما هيدينا حاجه ويكلفنا فوق ارادتنا، بالعكس ربنا مش هيدينا الا اللي على قد طاقتنا، وعلى قد ما نستحمل، وعلى قد ما هنستحمل على قد ما هناخد اجر، وعلى قد ما هنصبر على قد ما ربنا هيكافئنا. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. الصبر، الصبر يا بنات على كل حاجه، حتى الايام الصعبه اللي احنا فيها نصبر ونحتسب ونعلم ولادنا الصبر، وربنا هيديهم البدايل اللي تديهم الرضا وتديهم البركه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. طيب انا اقول لكم على حاجه جميله يا بنات، يعني سبحان الله سريعا كده. انا اولادي كانوا بيحبوا الحلاوه الطحينيه جدا، ومش بيحبوا التمر قوي، بياكلوا شويه بس مش كتير. لما الحلاوه غليت وبدانا بصراحه مش نجيبها زي الاول، الولاد ما شاء الله حبوا التمر وبداوا ياكلوه. دي بركه من ربنا.